الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية الشكر موصول للقناة الوطنية المشاهد التي حضرت معنا في هذا المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية بطنجة، المؤتمر الإقليمي التاسع بطنجة، والتي نرى يعني كفاح هذه القناة من خلال وسائل التواصل، حضورها في المناسبات المختلفة ونقلها للمواطنين الأمور المختلفة. إن لقاءنا هذا اليوم أو حضورنا في هذا المؤتمر للحزب غايته هو توعية المواطنين وخاصة ساكنة طنجة بما يراه الحزب من آراء إصلاحية وما يعلقه من أمل على وعي المواطنين بالأمور المختلفة وإرشادهم إلى ما يمكن به أن يصلح حالهم وحال البلد إن شاء الله. ولذلك من خلال الكلمة المطولة لأخينا الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الله بن كيران، الذي جمعت كلمته وأوعت جماعات واستوعبت جميع المشاكل وجميع الاقتراحات، لا حاجة بي إلى أن أفصل فيها، فقد فصل فيها كثيرا. غفور، عضوية الكتابة الإقليمية ديال حزب العدالة والتنمية طنجة أصيلة. اليوم عندنا واحد المحطة تنظيمية وسياسية كذلك اللي اختارت فيها الكتابة الإقليمية أنها تقلب، يعني تختار المحورين للمؤتمر الإقليمي اللي غيكون فيه الجلسة الافتتاحية اللي تبعتوا معنا كاملين، اللي أطرها الأخ الأمين العام اللي كتعرفوا طنجة والثقل ديالها السياسي، وبالتالي أنه كانت عندنا هذه المحطة هذه اللي اخترنا فيها أنها تكون الجلسة الافتتاحية اللي حضروا فيها الشركاء السياسيين والنقابيين والفاعلين الجمعويين وعموم ساكنة طنجة. وثم بعدها إن شاء الله ربي بعدها مباشرة غادي تكون الجلسة اللي هي مغلقة خاصة بالمؤتمرين والمؤتمرات اللي غيكون فيها المؤتمر الإقليمي اللي غادي يختار عاود كذلك لتقديم الحصيلة ديال الفترة السابقة، ثم اختيار التشكيلة الجديدة إن شاء الله يا رب.